صباح الخير على حبايب قلبي، صباح النشاط، صباح الحيوية والتفاؤل. يلا بينا كده كده من بدري نبدأ. هوريكم الروتين اللي انا بعمله الشهري لما بنزل اجيب الخزين، انا بعمل ايه قبل ما احطه في العلب والحاجة. وهيبقى برضو روتين لرمضان وتنظيف عميق كده في المطبخ. هنغير مفارش وهنشوف العلب. تعالوا اوريكم هعمل ايه يا حبايبي النهارده. بسم الله. بصوا، دي العلب. انا قبل ما بحط فيها الخزين بتاع الشهر الجديد بغسلها كويس جدا وبنضفها وابدا احط فيها الحاجات بتاعت الشهر الجديد. ما بحطش حاجه على حاجه. في بقيه حاجات هنا انا معايا في العلبه اللي فيها حاجات هفضيها. يعني بصوا، في السفيبه واي حاجات. بصوا، هفضي. هغسل كل ده، هغير مفارش. وهنا هغير برضو حاجات كده وهظبط كده معاكم. وهنعمل هنا برضو. والتوابل والحاجات دي هنغسلها العلب وهغيرها. وفي حاجات معانا اللوجو والمفارش. يلا بينا. هفضي الضلفة ونبدأ الروتين بتاعنا لرمضان والشهري. هضرب عصفورين بحجر. يلا بينا. ادي حبايب قلبي انا فضيت اهي الضلف. بصوا كده هبخها. بصوا ازاي. كده هلمعها كلها كويس قوي. وهحط المفارش ونغسل العلب نعبيها اهو. كده هنركب بقى المفارش ويلا نغسل العلب ونشوف هنغسلها ازاي بحاجه تحفه اختراع يا جماعه. بصوا العلب كلها اهي انا نزلتها. هغسلها على الحوض ونسيبها تتصفى ونشوف هنركب المفارش بعديها. ورجعت لكم حبايب قلبي. انا هنا على الحوض معايا العلب ومعايا اختراع التحفه ده ايدي ورجلي في المطبخ يا جماعه. رهيب. لو ما عندكيش ده هتعملي بسلكه، هتعملي بالجوانتي. يعني بصي انا عندي الجوانتي اهوت هنعمل بيه. وممكن برضو بصوا انا حاطه الصابون اهو. بصوا كده اهي. كل اللي هعمله هلفله كده اهو. كده شايفين ازاي كده اهو. كده اهو شايفين. عايزه اغسل جنب اهو. كده كده اهو. شايفين ازاي كده. ده في الحاجات الكبيره. لو في الكوبايات تحفه. في الكوبايات يا حبايب قلبي جميل جدا. بيخلي لي الكوبايات كريستال. يعني بصوا كوبايه اهي. بعمل كده اهي كده. بصوا بدخلها في الكوبايه. بصوا ازاي كده. هي بتتنضف من جوه ومن بره في نفس الوقت. بصوا اشطفها. بصوا شايفين عامله ازاي. انا ما عنديش اي كوبايات صفراء او مركونه او كده، لا انا دايما بغسلها طول ما انا واقفه على الحوض. بعملها كده على طول. ما عندكيش في الفرشه ديت بتاعه الازايز. ديت اللي هي الازايز بتاعه رمضان اللي هي الازاز بعملها بيها كوبايات. البرطمانات بعمل فيها البرطمانات برضو بتاعه التوابل. الحاجه زي كده اهوت انا بعملها بيها. بصوا بتبقى تحفه جميله جدا. يعني بدخلها كده اهي اهي. بصوا ارجع الفها. عايزه اعمل الجناب بدخلها كده اهو اهي. هنا كده اهي. تاخد لي الجناب كده 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 من تحت كده. مش عايزه بلبس الجوانتي اهو يا حبايبي. اهو بيطلع الحاجه نظيفه بينضف جميل قوي عملي. اهي. في البرطمانات بصوا انا عندي البرطمانات اهي بتاع التوابل موسعه هتتغسل كلها عشان هغيرها. بحط فيها بصوا الصابون اهو اهو. بصوا شايفين ازاي كده كده من بره ومن جوه. بدخله في قلبيها كده. دي ايدي ورجلي في المطبخ. الشفاشق، العلب زي كده بحجمها، الكوبايات، البرطمانات. بصوا
بصوا شايفين اللمعان كانت صفرا وعامله ازاي؟ بصوا اهي، وحافظت لي على اللوجو. لو سلكه ولا اي حاجه تانية كان اللوجو اتقطع وباظ. بصوا هكمل بقى كله وهنرجع نصفيهم واوريه لكم حبايب قلبي. ادي حبايب قلبي انا معايا البرطمانات اهي. بصوا بحط فيها الصابون واطلعها بره وجوه وادخلها كده اهي. بصوا كده الصابون بحطه فيها واخليه من بره ومن جوه اهي. بصوا ازاي اهي. ادي واحد اتنين، انا بشتغل بالاتنين على بعض، نضف من جوه ومن بره حبايبي. شايفين ازاي اهي. بصوا بصوا على الميه. بصوا كريستال كريستال تحفه بصراحه، حلوه جدا. هكمل باقي الباقي، انا كده خلصت، فاضل الغطيان بس هغسلها واصفيهم فوق على المطبقيه. يلا هكمل واسيبهم يصفوا كده حبايب قلبي. احنا غسلت الحاجه وسبتها تتصفى، هفضي بقى هنا واغسلهم وهركب المفارش، والناحيه التانيه برضو هنا هنزلها وهظبطها. وادي حبايبي انا حلت المفارش اهي. هنا شلت المنظم طلعته فوق ونزلت حله الضغط، فانا رصيت الكاسات دي هنا والحاجات دي عشان رمضان. بس لما يجي رمضان انا هشيلها وهحط الكوبايات اللي عليها رمضان كريم والشخصيات والحاجات دي هبدلها بيها، عشان دي الايام العاديه وبتاعت رمضان ليها رمضان. فانا هنا معايا ده الطقم القبال فانا هستعمله، فانا هحطه هرص فوق هنا كده اهو. بسم الله كده احطه على دي، الصغير هيبقى فوق. بصوا ازاي، وهحط الكبير بتاعه تحت هوريكم. كده رصيته حبايب قلبي عشان يبقى قريب من ايدي هو الكوبايات. هنيجي على الناحيه التانيه كده وهنا كده هرتبه برضو، وهغير المفارش وهحط حله الضغط فوق بعضهم الاتنين عشان يبقى قريب من ايدي. حبايبي انا اهو حطيت هنا حله الضغط فوق بعضهم، وده الكتالوج هخليه جنبيها برضو. كده خلصنا، يلا نشوف بقيه الدرج. ادي حبايب قلبي بصوا دي الغطيان، دي البرطمانات التوابل، ودي جت العلب كلها هتنشف وهنعبي فيها التوابل والخزين بتاعتنا ونرصها في الضرف. وادي حبايب قلبي انا هنا نشفت البرطمانات وعملتها كويس قوي عشان الميه او الرطوبه. فانا معايا كل برطمان ده الفلفل الاسود هحطه معاه هنعبيهم. بسم الله. وهعبي المكرونات، وهنا في الزيت والخل هظبط الاستندات اهو يا حبايبي. كده كل برطمان هشوف هنا في الشطه هحط الحاجات بتاعته كلها، وهاجي عند المكرونات وهوريها لكم حبايب قلبي. ادي حبايبي عبيت التوابل كلها اهي، وحطيت الزيت وكده الخل معلش كده هفضي الخل وهرص الستاند واخش بقى على المكرونات والرز والشعريه وهعملها لكم على طول واوريها لكم حبايب قلبي. هكملها واوريها لكم. وادي حبايب قلبي بصوا حاجه الشهر معايا والعلب نشفتها وخلصتها، هبدا بقى اعبيها وافضيها كلها في العلب. كده حبايب قلبي اهو هنفضي الموضوع دلوقتي الحاجه. انا ساعات بجيب كيلو بحط جزء واخلي جزء، ما بحبش احطه كله، على قد الاستهلاك اللي انا بستهلكه بحطه يا حبايبي. الفول المدشوش والفول التدميس. هفضي بقى بقيه الحاجه كلها والرز وهوريها لكم. وهنا حبايبي العلب كده انا فضيت الرز. ده السكر اللي هو بتاع الشهر اللي فات لسه بحط منه، فانا هملى منه العلبه وهكمل تاني، لان انا بملى ده لما بتخلص العلبه ديت انا بملى منها، فعشان احط الجديد هملى بيها ديت الاول واحط الجديد على نضيف. ده طقم علب للرز والسكر والمكرونه من فوق بعضيه من الاكبر للاصغر. ده يا حبايبي ده في الضلفه بستعمله بالشهر ودي بالاسبوع. ممتاز العلب دي جدا، بتحافظ على الظروف نظيفه
ما بتخليش فيها اي راسب ولا اي حاجه حبايب قلبي، نضيفه دايما. هكملها ونرص ضرفه. وادي حبايب قلبي لسه هغسل دوت وهلمع الرخامه، وهنفرش بقى. ده اخر حاجه معانا، هفرشه وهرص فيه الحاجه وهوريهولكوا حبايب قلبي. ادي حبايب قلبي فضيت الدرج كده، هبخه كده. كده نمسحه ونلمعه. البخاخ ده بيبقى معايا فيه معطر وديتول، معلقه خل، معلقه صغيره صابون سائل يا حبايبي. بصوا افضل كده المعها كويس قوي كده كده كده. نفرشه كده بالمفرش وهنرص فيه الحاجه. وبعد ما عملنا حبايب قلبي تنظيف عميق للمطبخ، مسكنا الضلف والحاجات كلها ظبطناها. بصوا هنا عملنا الزيت والخل، غسلنا كل ده، والعلب اتغيرت واتحط فيها التوابل، اتملت كل حاجه. بصوا حبايبي بترتيبها. وهنا الملح والمطحنه بتاعت الفلفل الاسود، وده الستاند حاطه عليه الاسباتولا وحاجه التوزيع، طقم التوزيع. وديت بحط عليها الطواجن. ودي خشبه انا عاملاها، حاطه عليها الولاعات والمعلقه بتاعت اللي بحط عليها الاكل. وادي الترابيزه حطيتها هنا في النص تدي منظر. تعالوا بقى نشوف جوه الضلف عملنا ايه يا حبايبي. هنا بصوا حطيت هنا الاتنين مع بعض، حلل الضغط وغيرنا المهرش كلها بتاعتها اهي يا حبايبي. تعالوا بقى نشوف التانية. بسم الله اهي. السكر والرز والدقيق والبتاع ده، البواقي اللي انا حطيتها في العلب. في حاجات باقي انا حطيتها في علبه جمعتها في علبه واحده. وهنا برضو حاطه فيها ملح وحاجات زياده بحب املى بيها العلب. هنا المكرونات والفول والعدس والحاجات دي كلها اهي. رايكم بقى في النظام ده كده؟ لازم ترتيب، لازم ايدك تبقى في الحاجه، تبقى نضيفه دايما، ما تتعبيش. تلميع. غيرنا مفرش. وادي هنا خلاص رمضان بقى داخل. طلعت حطيت هنا دي الكاسات والكوبايات اللي انا بستعملها لو حد جاني، غير اللي بره في النيش. والسمايل ديت ده بتاع بحط فيها كحك وبسكوت، بحط فيها بونبونيات وحلويات، بحط فيها فاكهه، كل حاجه. دي عمليه جدا، بفتحها وبحط فيها كل حاجه. سمايل حلوه جدا، اللي هي دي بتاعت الكحك والبسكوت والفاكهه وكل حاجه، بونبونيات. بستخدمها في كل حاجه. اضاءه معلش اهي. بصوا هنا الضلفه اهي يا حبايبي. بصوا رصيت فيها الحاجه كلها. يلا نشوف بقى تحت عملنا ايه. وادي هنا حبايب قلبي ده لسه بقيته جوه، انا حاطه فيه اكل وعامله فيه غدا. ده السيراميك، وده الجرانيت، وده الاستانلس. وهنا تحت الصاج وجنبيه العلب. وغيرنا مفارش وظبطناه خالص ولمعناه ونضفناه بقى زي الفل بصراحه، حلو جدا. وظبطنا برده الضرف التانية اللي ورا، اللي هي هنا ديت. هنا وهنا برده ظبطتها، بس المكان ضيق مش عارفه اوريه لكم. ظبطنا حلو جدا ووضبناه من فوق ومن تحت. معلش الفيديو طويل مني فمش عارفه بقى اكملكم. انا هنا برده الضرف كلها ديت نزلتها وغسلت الحاجه فيها وظبطتها حلو جدا. بصراحه بقت ممتازه وعجبني الركن قوي. غيرت اللي هو ركن التوابل، الزيوت غسلتها، وغيرت العلب وغسلتها كويس جدا. بقى نضيف جدا وحلو قوي. والبوتاجاز انا كنت عاملاه معاكم قبليها. والكوفي كورنر انا عملته برده لوحده، جميل جدا ممتاز. كل يوم اعملي حاجه هتبقى سهله معاكي وبسيطه حبايب قلبي. كل سنه طيبين. يلا خلاص بقى رمضان ورجب والكلام ده قرب. كل سنه طيبين. قوموا ابدأوا من دلوقتي، خلاص مفيش وقت. وطول ما ايدك في الشقه تبقى نظيفه. كل سنه طيبين يا حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم، كل سنه طيبين.